مورا ما شفروه جانا واحد السؤال واللي هو علاش الرئيس اختارها بالضبط من بين كاع الممثلين اللي كاينين، والجواب هو شفرها باش تكون كطعم باش يقدر يتفرج لها حبكه هربانه. واخا هادشي طرا بصح، الا ما تفرجتش في البارت الاولى سير تفرج فيها عاد رجع هنا باش تفهم القصه مزيان. فاش الاخبار وصلت لتشين ما تيقش داك الشيء اللي شاف، فسافر لهونغ باش يلقى اجابه، باش يلقى المراه اللي كان مجوج بها. فمشى للوطيل اللي كانت فيها، مشى للبلايص اللي دوات فيها، وحاول يتواصل مع دوك الناس اللي كانوا دواو معاه في الاول، زعما ديك المساعده الى اخره. ولكن واخا التقلاب ما لقى والو، ما لقى حتى حاجه غير شي اشاعات تتقول باللي تشو مشات لكوريا الشماليه. والسبب اللي خلى هاد الاشاعات يبانوا هي فاش البوليس قلبوا ديك الشقه اللي في الاوتيل، لقاو تيكيات ديال طياره تابعه لكوريا او لا تابعه للدوله المحبوبه. المهم التحقيق بقى خدام لشهور، وتشين حتى هو غادي جاي لهونغ تيحاول يلقى شي حاجه باش يلقى تشو. غا باش تعرفوا تشين في هاد الوقيته الكارير ديالو كمخرج شناهي العكس ديال برايم بلاتي، ما علينا. المهم وصل للحضيض حيت حيدوا ليه الرخصه بكثره المشاكل والكريديات اللي عليه. فدابا تشين ما يقدرش يصايب افلام في كوريا الجنوبيه، فخاصو يقلب على شي دوله اللي تخليه وتعطيه الرخصه باش يكمل الخدمه ديالو. فبصح قلب وبقى تيقلب في وسط هاد الحادثه ديال الاختفاء ديال تشو. تشين كان في تواصل مع واحد الراجل كان تيعرفو بحكم التشارك ديال نفس المجال. والله تا هاد اللغه العربيه الفصحى مهيبه اصاحبي. دابا فاش قلت بحكم حسيت بلي انا هو هذا. المهم هاد الراجل اللي كان تيعرفو تشين سميتو كيم كيوفا، كانوا في هونغ تيدوروا زعما يلقاو شي حاجه يا خدمه يا يلقاو تشو. هذا كيم دا تشين للبحر، ما عرفتش كي دار تثبتو، ولكن عرفت شنو البحر، نفس البحر اللي شفروا منه تشو. يلا في نظرك شنو هو هاد كيم؟ واش كيم هو تشو ولكن متخفيه؟ لا صافي، هاد كيم صدق حتى هو عامل في مخابرات ديال كوريا الشماليه. والله تهربانين هاد الناس هاد. فاش دا لداك البحر كانوا في طوموبيل، وكيم هو اللي كان تيسوق. شويه دخلوا عليه ثلاثه ديال الرجال لابسين الكحل، واحد منهم شد تشين وحط ليه شي حاجه باش يشمها، شي ماده ما عرف شنو هو داك الشيء، ونعس. وبحال تشو فاش غيفيق غيلقى راسو في باطو. في هاد الوقيته تشو وصلت للشهر السادس وهي في كوريا الشماليه، وفي هاد 6 شهور كانت عايشه في دار نقيه وماكله نقيه، وكان ديما تيستدعيوها باش تتلاقى مع كيم جونغ إل، فكان تيدورها ويدوي معاها. وفي هاد الخرجات كان ديما تيدوي باللي الصناعه ديال الافلام عندهم عيانه وباللي خاصنا نطوروها كما قلنا. فهاد الراجل تيمثل السينما في كوريا الشماليه، كان مهووس بها. هادشي علاش هو اللي كان مكلف بها قبل ما يكون رئيس. واخا هكاك فاش ولا رئيس غيبقى مكلف بها، ولكن دابا هو الهم الوحيد والطاقه ديالو كلها موجهه لهذا الهدف، واللي هو يطور السينما ديال بلادو. واخا الطرق اللي دار ماشي تلهيه. شوف همت من الهضره ديالو انهم جابوها باش تعاونهم في تطوير هاد الصناعه ديال الافلام. وانت 6 شهور يلا غتفهمي. كما قلنا تشو كانت غطعم، ولكن كيفاش فاش شفروها تشين بقى غادي جاي لهونغ تيقلب عليها، وبحال هكا كما تيقولوا نجاد بالطعم، وخلاوه يمشي فين بغاوه يمشي باش يقدروا يشفروه. حيت بالنسبه لكوريا الشماليه تشين غينفعهم اكثر من تشو. في الاخر هي غير ممثله، ولكن هو راه مخرج، ولكن في نفس الوقت غادي يستافدوا منهم بجوج. فواش غيستافدوا منهم ولا لا؟ تبع معايا باش تعرف، ولكن قبل نخليكم مع السبونسور. تاش من سبونسور. انها تمطر يا جورج. ولكن هذا هو انستغرام ديالي، اللي بغى يدوي معايا ولا يتواصل معايا. فاش وصلت تشين اولا وصلوه لكوريا الشماليه حتى هو قادوا ليه دار مرتبه بحال تشو. ملاحظه تشين ما عارفش فين كاينه تشو، وتشو حتى هي ما عارفاش بلي جابوا تشين. ولكن تشين ما كانش ساهل بحال تشو. دوخاتكم سميت ولكن غصبروا معايا. كانت هي اللي قالوا ليها تديروا. اما تشين فاش يقولوا ليه شي هضره زعما باش يمجد كوريا الشماليه تيقول لهم لا. المهم بحال هو كاع ما كان مخلوع منهم. اما تشو يقولوا ليها كوريا الجنوبيه خايبه، عندك الصح. احسن دوله هي كوريا الشماليه، عندك الصح. راكم فهمتوني اش بغيت نقول. فهادشي كان تصدقهم. فواحد النهار كان باغي يهرب، ولكن شدوه الحراس. وفاش كيم جونغ إل عرف قرر يديه الحبيب بيس. غتصدموا فاش غتعرفوا شحال بقى في الحبس تماك. الحبس اللي حطوه فيه ما كانش فيه شي حراسه مجاهده، حيت واخا هكاك ما كانش شي مجرم خطير. فهادشي كما قلنا راسو قاصح والو باغي يهرب، فبقى تيقلب كيفاش يدير ليها. وبصح حين داك الحبس ما كانش فيه ديك الحراسه قدر يهرب. وبعدها بان ليه واحد التران غادي وقرر يركب فيه، واخا ما كانش عارف فين غادي داك التران. المهم غايب يبعدو من داك الحبس، فقدر يهرب من الحبس، ولكن ماشي من الدوله الكبيره او لا من الحبس الكبر اللي فيه. فداه الناس في التران وشافوه شي خدامه وديكلاروه به وشدوه البوليس عاوتاني. فهاد المره حطوه في حبس كبر وفيه حراسه ديال بصح، وفيه غير السجناء السياسيين. وهنا
فين تشين غيتعذب ديال بصح وغيبقى فيه مده. فصافي فهم القالب وفهم بلي خاصو يكون مطيع لهم باش يسلكها تحت نظريه سلاكه جمي. فبدا تيكتب رسائل تعبر فيها على الندم على داك الشيء اللي دار وبلي هو متاسف. سمحوا لي واحد الفاصل دغيا، الا كان تعجبك هذا الكونتنت دير ديك لايك، وديك الهضره كلها راك عارف ما فيا اللي يقولها حتى انا طلعت لي في راسي. وبعدا شكرا بزاف على الدعم ديالكم، هذا الفيديو وصلتو 40 شكرا لكم بزاف، وان شاء الله ما كاين غير الخير من هنا لقدام. نخليكم مع القصه. وهاد الرسائل كان تيصيفطهم لكيم وتيزيد يكتب فيه باللي فاش غيطلقوه غيصنع لهم افلام هربانين، ولكن واخا هادشي سمكوا عليه حيت كاع ما تيقوه وخلاوه محبوس لسنين. وتقريبا كل نهار كان تيمشي عنده شي واحد مصيفطونو ليه غير باش يعلموه على التاريخ ديال كوريا الشماليه وعلاش زوين الفكر الشيوعي. هادشي الصراحه تيخلع حابسينو ومن الفوق تيحاولوا يغسلوا ليه دماغه. تشين بقى تيثبت فيهم وبلي راه زعما فهم كل شيء ولا معاهم. هادشي من غير دوك الرسائل اللي بقى تيصيفط لكيم جونغ ال، وتيزيد يكتب فيه الافكار ديال الافلام اللي باغي يصنع لهم. كان باغي يحاول قدر المستطاع يبين لهم بلي زعما راه هداه الله ولا مع كوريا الشماليه. كما قلت قبيله الحبس اللي حطوه فيه كانوا فيه غير السجناء السياسيين. مثلا الرئيس بان ليه شي واحد تفكر في الانقلاب دبر عليه بهذا المعنى، فكانوا تعذبوهم ديال بصح. وتشين كان ديما تسمع الغوات ديالهم فاش يتعذبوا حق له تيكتب دوك الرسائل. ومورا داك التمثيل وداك الجهد واخيرا خرجوا من الحبس بعد 5 سنين. واه هادشي في عام 1983 ورجعوه فين كان ساكن، دار نقيه وماكله نقيه، ورجع تيدوي معاه كيم جونغ ال، وبداو تيناقشوا طرق اللي غيديروا باش يطوروا السينما ديال كوريا الشماليه. وبعدها بايام قليله غيعرض عليه وغيعرض على تشو لواحد الحفله في القصر ديالو. ونفكركم تشو ما عرفاش بلي جابوا تشين، وتشين حتى هو ما عرفش بلي تشو كاين هنا. فاش تلاقاو في ديك الحفله تصدموا. هو يجي الاسطوره قال لهم بلي درت هاد الحفله على قبلكم ودابا خاصكم تجمعوا باش تصايبوا احسن الافلام. تشين وتشو واخا كانوا مطلقين ولكن فرحوا بزاف حين شافوا بعضياتهم، ومن اول كونفرساسيون دارت بيناتهم اتفقوا باللي خاصهم يهربوا، ولكن كانوا محتاجين لحظه مناسبه. وقال لي هادشي باللي خاصهم بعدا شي دليل يثبتوا فيه البراءه ديالهم وباللي هما تفروا وماشي جاوا بالاراده ديالهم. علاش تنقول هادشي؟ حيت شحال من واحد في كوريا الجنوبيه تعتبروهم خونه حيت صحابهم بلي هما مشاو حيت بغاو وسمحوا في بلادهم ومشاو يصايبوا افلام زعما العدو. فالخطه اللي قالت تشين واللي هي يسجلوا الهضره ديال كيم جونغ ال بداك المسجل اللي كان في ديك الوقت. فتشو كانت تديروا لداخل ديال ساكا، وفوق ما بدا يدوي كيم جونغ ال تتبدا تريكوردي فيه. وهو بطبيعه الحال فاش يدوي تتبان من الهضره ديالو باللي راه شفروهم. مثلا تيقول انا جبتكم باش، ولا ما عندكمش خيار اخر فهمتوني اش بغيت نقول لكم. فصافي مورا ما سجلوا داكشي اللي كان تيقول غيقدروا يبرئوا راسهم، ولكن خاصهم بعد يهربوا. وهنا علاش دايره هاد القصه كلها، فكيفاش غيديروا ليها؟ واخا كانوا تيديروا راسهم باللي باغيين يبقاو في كوريا الشماليه ويخدموا، ولكن كانوا تيراقبوهم 24 على 24. اي حركه داروا تيعرفوها، فكانوا بحال المونيكات زعما بحال الدومه. تيقولوا لهم كيفاش يدويو وكيفاش يتحركوا وحتى اشنو يلبسوا. كانوا تيخليوهم يدوروا ولكن ماشي بوحدهم، زعما تيتبعوهم وتيحضيهم. فصافي مورا هاد الخدمه كلها اللي دار كيم جونغ ال مورا 5 سنين دابا يلاه غيبداو يصنعوا الافلام. فكيم جونغ ال كان عطاهم ميزانيه اللي بغاو، اي كاميرا اي حاجه بغاو غيجيبها لهم. تقدر تقول ان تشين غيلقى شي حاجه ما كانش لقاها في كوريا الجنوبيه واللي هي الفلوس والماتريال. فدابا يقدر يصايب شي حوايج كاع ما كان قادر يصايبهم شحال هادي. فبدا تيصايب افلام هربانين وناضيين بالنسبه لديك الوقت، مشاهد ناضيه مؤثرات شي حاجه الاخر. ما كانش شي صحابو باللي غيجي شي نهار وغيقدر يصايب هادشي. تشين كان هو المخرج وتشو كانت هي المسؤوله او المشرفه على داكشي ديال الكاميرات والماتريال. وغير في عامين و3 شهور صنعوا 17 الفيلم، وقيلا كاع ما كانوا تيناسوا 17 الفيلم. وتصورهم هما تيصايبوا هاد الافلام كانت تنتشر في العالم كله. فصافي دابا كوريا الجنوبيه كلها قالت بلي هادو خونه هما اللي مشاو لتماك. كيم جونغ ال قال تشين بلي غيعطيه الحريه يصيب اللي بغا، ما غاديش يفرض عليه حتى حاجه. وبصح تشين خدا راحته وصنع الافلام اللي بغا، صنع داك الشيء اللي كان باغي. ولكن واخا هكاك كان عارف بلي هاد الشيء ما غيطولش، وبلي كيم جونغ ال ناداش تخسر هاد الفلوس وهاد الجهد الا هو باغي ينشر الافكار ديالو ويمجد الزعيم ديال كوريا الشماليه. فتشين كان فاهم هادشي علاش مشى عنده الراسو من هنا تياخد الثقه ديالو وقال ليه بلي خاصنا نديروا افلام باش نسوقوا للزعيم ديالنا العظيم. راكم عارفين اسطوري تماك الرئيس عندهم شي حاجه اكثر من رئيس بلا من نقول لكم. فكيم جونغ ال كان فرحان حيت تشين قال ليه هاد الهضره
زعما قالها ليه راسو بلا ما يفرض عليه حتى حاجه. نقدروا نقولوا ان تشين كسب شويه من الثقه ديال كيم جونغ ال، حيت قال ليه داكشي اللي كان اصلا هو باغي يسمعو. قال ليه غنصايب افلام تتعظم الصوره ديال هاد الزعيم وديال هاد الدوله. فتشين قال ليه بلي خاصو اولا يسافر باش يحضر مهرجانات باش يسوق لهاد الافلام. غتقول لي هنا فين غيهرب؟ لا، حيت حرفيا كان تيسافروا وتتبعهم قشله وتقول واش عطيناهم شويه الخصوصيه. قبل ما يبدا تشين يسافر مع تشو كان قال ليه كيم جونغ ال باش يدوي مع الصحافه يقول لهم كيفاش كوريا الجنوبيه حطمات وما خلاتوش يصايب الافلام، وبالعكس كوريا الشماليه عطاتو الامكانيات وعاوناتو باش يصنع افلام احسن من اللي كان تيصايب قبل. ففاش كانوا تيسافروا تشو كانت ديما تتقول تشين بلي خاصنا نهربوا خاصنا نهربوا خاصنا نمشيو لشي قنصليه، ولكن تشين كان تيصبر فيها وتيقول لها تسنى اللحظه المناسبه، حيت كان عارف بلي الا هربوا وحصلوهم صافي نسى اي حاجه، فهمتي؟ انسى حسابك بوحدو. فخاصهم فاش يهربوا يتاكدوا بلي غينجحوا 100%. المهم في واحده من السفارات ديالهم في عام 1986 لفيينا عاصمه النمسا، تشين اوتشو مشاو باش يحضروا واحد المعرض ديال الافلام. فاش كانوا تيمشيو للاوتيل دوك الحراس اولا المسؤولين عليهم تيشدوا طاج كله فيه البيت ديال تشين اوتشو والبيوت الاخرين ديال الحراس، واللي غالبا تينعسوا بالنوبه باش يبقاو رادين معاهم البال. فعلى الاقل تشين اوتشو واخدين راحتهم شويه في بيت اللي مسدوده. ولكن الغد ليه يعني بعد ليله في ديك الاوتيل تشين اوتشو كان عندهم لقاء مع واحد الصحفي اللي خدام مع واحد الصحيفه اللي مشهوره. فطلبوا من دوك الحراس يخرجوا من طاج باش ياخذوا راحتهم، وتا داك الصحفي باش ما يتخلاش علاش فرقه كلها لابسه كحل الحاضياني. فصافي الحراس خرجوا وقنعاتهم هاد الحجه اللي قالوا لهم تشين اوتشو، وخرجوا قبل ما يجي الصحفي وبقاو حدا الطاج شيكميو وتيلعبوا كارطه. ولكن غتجي واحد اللحظه اللي صافي غتحسم لينا الماتش. كانوا لي فام دو ميناج دايزين تيديروا خدمتهم، فدخلوا للطاج وداروا شويه ديال الصداع، صراحه داروا بزاف. فالحراس ما كانوش مسوقين لهذا الشيء. ففاش تشين اوتشو شافوا ودوروا عينيهم بانت لهم الضربه، وبصح دازوا حدا الحراس. تخيل الخلعه اللي شداتهم في ديك اللحظه، خطا واحد مشاو فيها بهذا المعنى هذا. فصافي قدروا يخرجوا من اللوطير هو اخيرا، ولكن باقي ما سالينا. خرجوا وشيروا الاول طاكسي بان لهم وقالوا ليه دينا السفاره ديال الميريكان. علاش ديال الميريكان وماشي ديال كوريا الجنوبيه؟ حيت خافوا لا يتعاملوا معاهم كخونه. شو كانت راكبه في الطاكسي ومخلوعه تدير اي حاجه غير باش تتكالما، ولكن فاش دورات راسها غتلقى داك القشله تابعينهم في الطاكسي. فقالت شي الطاكسي كسيري وغادي يخلصوا بالدوبل الا وصلهم دغيا. تين كان عارف بلي الا هبطوا من الطاكسي غيهبطوا هذوك حتى هما من الطاكسي وغيشدوهم، فكان خاصهم بعدا يوضروهم هو الاول. فكان تين تيوجه الشيفور دور مع الزنقه كمل النيشان دور عاوتاني. فالشيفور قال ليه راني عارف الطريق. تين قال ليه غادي دير هادشي اللي قلت لك وغادي نخلصك مزيان. فصافي بقيت غادا بحال هكا حتى وصلوا لواحد الفيروج، داكشي ديال الافلام. دازوا في الضو الصفر، مع دازوا شعل الاحمر وقف الطاكسي اللي فيه الحراس. فصافي دابا وضروهم واخيرا وصلوا للسفاره. وفاش وصلوا تماك قدروا يتنفسوا اكثر من 5 سنين وهما لاعبين ديك المسرحيه في داك الحبس. فوراوهم دوك الكاسيطات تماك اللي كانوا مسجلين بها كيم جونغ ال، وعطاتهم ميريكا اللجوء ماشي حبا فيهم، باينه غير حيت عندهم ما يقولوا زعما عندهم معلومات، حيت كانوا تتلاقاو شخصيا مع الراجل اللي من بعد غيولي هو الرئيس ديال كوريا الشماليه. فصافي هنا فين غيحكيو القصه ديالهم. تشين غيخدم في هوليوود، وفاش رجع لكوريا الجنوبيه واخا هكاك كاين اللي كان تعتبره خائن وصافي، حيت هاد الشيء طرا شحال هذا الحزق كله مات. هاد كيم جونغ ال كما قلت لكم هو اللي تيمثل السينما ديال بلادو، فكان هو المسؤول على الانيم اللي كانوا تيصايبوه. وقيلا صايبوا شي جوج والله ما عقلت، ولكن هو كان تيستعمل الاعلام والسينما باش يغطي على شحال من حاجه ويبين شحال من حاجه. كان تيغطي بلي الشعب ما بقى ليه والو يموت بالجوع، حيت في ديك الوقيته كانت عندهم مجاعه، وكان تيبين بلي كوريا الشماليه احسن من كاع الدول. فتقدر تقول انه بغى الافلام واي حاجه بحال هكا في صغره، وفاش كبر طبقهم وعاش داك الحلم، ولكن لواحد الاغراض اللي مزيانين ليه غا هو. استعملنا هاد القصه باش نفهم واحد الحاجه اللي نادرا ما طاح لك في بالك، واللي هي الافلام اللي تتصايبها الدوله. اش بان لكم نبقى نقسم الفيديو لاجزاء ولا نجمع كل شيء في فيديو واحد؟ نتمنى يعجبكم هذا الفيديو. الا كانوا عندك شي ملاحظات او شي سؤال فغاكتب في كومونتيرات وانا غنجاوبك، ونتلاقاو في الفيديو الجاي باذن الله.